السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مرة تانية. طبعا قعدت فترة طويلة جدا على ما فكرت إن احنا نرجع تاني ونتكلم في فيديوهات وندردش ونعمل حاجات لايف وننزل حاجات ليها علاقة برحلة الشغل، بنظام الشغل، بالبروسيس نفسها. سبب اختفائي طبعا او ظهوري على نطاق بسيط جدا، طبعا عملت فيديوهات تقريبا كاسر السنه لحد دلوقتي، ولكن لظروف معينه الحمد لله يعني ربنا كرمني وانا شغال ماسك اداره الشحن الدولي في شركه منصور. طبعا شركه منصور المعروفه، بس مش منصور شوفرليه. هديكوا بريف طبعا عن اللي انا بعمله الفتره دي. انا ماسك اداره الشحن الدولي. هي ده عباره عن فريد اوردر اسمه منصور في اللوجيستكس سيرفيسز. هي فريد اوردر خاص بشركه منصور، بيسيرف خدمات منصور وبيسيرف بره منصور. معانا كل الرخص ومعانا كل حاجة، وده اللي كان مضيع وقتنا الفترة اللي فاتت دي بنبني التيم بتاعنا، والحمد لله وصلنا لمرحلة كويسة جدا، سواء من الشغل أو وجود تيم يقدر يشتغل ويهندل اوبريشن وكاستمر سيرفيس، غير طبعا تيم السيلز. طبعا انا مش جاي ماركت للشركه بتاعتي، بس انا كنت بقول يعني بريفلي عشان اقول لكم سبب او عذر ان انا ما كنتش موجود بقالي فتره. سبب رجوعي ان لقيت نفسي مختفي بقالي فتره، وانا محتاج ان انا اشتغل على الشانل بتاعتي واقدم نفس الحاجه اللي قصاد ربنا بنحاول بيها نساعد الناس، سواء كان اللي لسه بيتخرج او عنده خبره بسيطه جدا فعايز يتعلم حاجات تانية زياده، ناقصه معلومه معينه. ان شاء الله هحاول اطور في المحتوى على قد ما اقدر، سواء كانت من اضاءه او من لوكيشن او من صوت. انا عندي القدره حاليا ان انا اقدر اعمل كده، فهحاول على قد ما اقدر ان انا حتى كمان اعمل ويكلي فيديو نتكلم فيه تاني عن الشحن وعن الشيبنج، ونرد على كل اسئلتكم ليها خاصه بالشحن اللي ان شاء الله نكون يعني على خبره بيها او على درايه بيها. وطبعا اللي محتاج مساعده، واحاول ابديت تاني موضوع موقع خمسات اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعه. نابديت برضو السيرفيس بتاعت ان احنا ممكن نقعد نتكلم مع بعض لمده ساعه مقابل فيز معينه. ودي يعني قابلت ترحاب كتير جدا خاصة من الدول العربية يعني الحمد لله. فإن شاء الله خير كده. الفترة الجاية دي هنحاول نأبديت الحاجة اللي احنا بنعملها، ونرجع تاني نقدم كونتنت خاص بالتعليم ليه علاقة بالشحن الدولي، سواء كان صادر أو وارد. نحاول ندي أبديتس، ندردش شوية. في عندنا مليون حاجة ممكن نقدر نتكلم فيها خاصة بالشحن، سواء كان شحن الكونتينر، بريك بالك، الرورو. نتكلم شوية عن الشيبنج لاينز والفيدباكس. يعني أظن اللايف ده ممكن يدي انطباع كويس إن احنا حتى نعمل ريفيوز ونتكلم عن الفيدباك خاصة بالخطوط، سواء كانت السيلز، سواء كان الأوبريشن، سواء كان الدوكيومنتيشن. مين منهم الكويس ومين منهم الوحش، مين اللي هو حاسس إن هو فعلا بيقدم له خدمة ولو حتى بدرجة بسيطة. وبرضه بفكر إن احنا لو نعمل جروب، بس أنا عارف إن جروبس كتيرة جدا ليها علاقة باللوجيستكس، بس أنا بحاول نفكر فكرة مختلفة شوية نقدر ندiscuss فيها او ان هي تساعد. بس انا يعني انا عارف كذا جروب الصراحه احجامهم ما شاء الله قويه جدا، نقدر ان احنا نشتغل عليها الفتره دي. نحاول نساعد بعض على قد ما نقدر، نفهم طبيعه شغلنا ان احنا مش شركه شحن او احنا ناس بنعمل حجز وخلاص. لا، انت بتحرك بضاعه ناس بتروح لناس تانية. كلنا بنكسب في الاطراف دي، بنقدم خدمه بمقابل مادي. بس احنا برضو مهمتنا ان احنا برضو استشاريين عشان نحافظ على فلوس العميل على قد ما نقدر. نقدر نتحمل المسؤولية، ما تنصلش من المسؤولية اللي علينا، عشان خاطر نحاول نحافظ على كلمة فريد فوروردر في مصر. زي ما انتم شايفين بدأت الخطوط الملاحية طبعا تخش في الحتة دي وتقدم سيرفيس بتاعت الفريد فوروردر، بس الفريد فوروردر هيفضل برضه الفريد فوروردر، هو اللي يقدر يساعد، هو اللي بيعرف يحل مشاكل، هو اللي عنده الكاباسيتي ان هو يحل. بس احنا محتاجين نتكلم في النقطة دي كمان. فإن شاء الله هننزل فيديوهات كتيرة جدا، وهنبدأ نعمل تاني ونرجع المحتوى ونحاول نحسن من جودة الصوت والصورة والفيديوز. وهحط لكم إن شاء الله نتكلم من البداية عن الشحن، ونقول إحنا محتاجين نتعلم إيه، وهنبدأ نحط البيزكس من أول وجديد. ما عنديش أي مشكلة خالص إن أنا أبدأ أعيد من أول وجديد مهمة الشحن وإزاي تختار شركة الشحن، ونبدأ تاني في البيزكس بطريقة أبسط وأسلس وأبطأ، لأن أنا عارف إن كانت دايما الناس عندها كومنتس بإن أنا بتكلم بسرعة. شوفوا على خير إن شاء الله، وهنرجع تاني وأقوى من الأول. مع السلامة.